السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الحلوين عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فيديو صغير كده عن نقطة مهمة جدا ناس كتير بتسأل عنها، وخصوصا طلبة خاصة بطلاب كلية الزراعة، وهي المسمى الوظيفي بتاع خريج كلية الزراعة لما يتخرج من الكلية. ايه هو المسمى الوظيفي اللي هو هيتكتب في البطاقة بتاعته؟ هو على العموم الموضوع مش بيفرق قوي عموما، ولكن طلبة كتير بتسأل، فقلت اوضح الكلام ده في فيديو بحيث ان اي حد محتاج المعلومة هبعتها له. مفيش مشكلة خالص، هتكون متاحة على القناة بتاعت اليوتيوب. اولا حضرتك كمهندس زراعي او كخريج كلية الزراعة، من حقك اللقب الاساسي لخريج كلية الزراعة هو مهندس زراعي. فحضرتك بيتكتب في البطاقة بتاعتك مهندس زراعي، ولكن في اكتر من مسمى وده بيعتمد على الحالة بتاعتك. اولا لو انت خلصت كلية زراعة ورحت تعمل بطاقة، هيتكتب لك في البطاقة بكالوريوس علوم زراعية. طيب ده في حالة ايه؟ لو انت خلصت الكلية مباشرة وبعد كده رحت تعمل البطاقة. طيب انت عشان يتكتب في البطاقة بتاعتك مهندس زراعي اللي هو اللقب الرسمي، لازم حضرتك تروح تسجل في نقابة الزراعيين. لازم شرط من الشروط ان انت تكون مسجل في النقابة عشان يتكتب لك في البطاقة لقب مهندس زراعي. طيب لو انت مش مسجل في النقابة، بتاخد شهادة التخرج بتاعتك من الكلية، وبيتكتب لك المسمى الوظيفي بتاعك حاصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية. ده بالنسبة للنقطة ديت. الحاجة التانية ان انت ممكن تكون عامل لو انت عملت دبلومة كيمياء حيوي او بايو كيمستري او ايا كانت الدبلومة عشان تشتغل في مجال التحاليل الطبية. لو انت عملت الدبلومة ديت هيتكتب المسمى الوظيفي بتاعك اخصائي تحاليل طبية. تمام. ولازم بردك تكون مسجل في النقابة. لو بعد كده لو حضرتك بعد ما خلصت كلية الزراعة وكنت قسم صناعات غذائية او قسم تغذية وحبيت واشتغلت في مجال واخدت تصريح مزاولة المهنة بتاع ان انت تكون تشتغل في مجال التغذية، هيكون هنا المسمى الوظيفي بتاعك اخصائي تغذية. تمام. طيب لو انا مثلا خلصت الكلية ومسجل في النقابة وبحضر ماجستير، وبعد ما حضرت ماجستير عايز اغير البطاقة بتاعتي. طب في البطاقة هيكون المسمى الوظيفي بتاعك ايه؟ ممكن يكون مهندس زراعي زي ما هو، او لو انت حابب بيتسجل بتكتب فيه حاصل على ماجستير في العلوم الزراعية. الحاجة اللي بعد كده لو انت حضرت ماجستير وحضرت دكتوراه، في الحالة ديت بيتكتب لك لقب دكتور او دكتوراه في العلوم الزراعية. ولقب دكتور محدش بياخده او حد ليه الحق فيه غير الحاصلين على الدكتوراه. يعني انت عشان حضرتك حد يقول لك يا دكتور فلان في اي مكان وفي اي تخصص، لازم حضرتك تكون محضر دكتوراه في التخصص او في المجال بتاعك. يعني لو انت خريج زراعة ومحضر دكتوراه، يبقى لك حق المسمى بتاعك يكون دكتور او اللقب بتاعك يكون دكتور. لو انت خريج كلية هندسة ومحضر دكتوراه، اللقب بتاعك يكون دكتور. لو انت خريج طب ومحضر دكتوراه، اللقب بتاعك يكون دكتور. اي حاجة غير كده لا، ما ينفعش اصلا وغير صحيح ان انت تاخد لقب دكتور. اتمنى ان الفيديو ينتشر، لان في ناس كتير عندها لغط في الموضوع ده وعندهم خطأ في المفاهيم بالنسبة للنقط ديت. ولو في اي حد عنده استفسار او سؤال يسيب كومنت او تعليق اسفل الفيديو، ان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت ممكن. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.